السول خدها بعد 3 نقلات وانتخاذه داخل وبيجري عليه بدوي جاي يرجعها وقع في الارض وحطها جوه الجول. تحس الخشبه تطلع بره ويحطها كناريو جوه الجول. والجول الاول لريال مدريد بعد 13 دقيقه. من الزمن 34 دقيقه والنتيجه في صالح ريال مدريد 1 والزمالك 0. واللي جاب الجول بوشكاش بعد 13 دقيقة. اتخاذ اداها وجت في الجول ورجعت له واشترك معاه كناريو وحطها بوشكاش. رفعت جميلة على يمينه ترجع له تاني وبالشمال. يلا يا صالح في الخشبة حط يا صالح سليم ماشية في غاية العظمة وشاط شوطة في غاية العظم جت في الخشبة ورجعت. علي محسن يحط الكورة في الجول زي ما شفتوا قنبلة والزمالك بيلعب وداخل كله. الجول يا ولاد انتوا بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. صالح سليم ماشية في غاية العظمة وشاط شوطة في غاية العظم جت في الخشبة ورجعت. علي محسن يحط الكورة في الجول زي ما شفتوا قنبلة والزمالك بيلعب وداخل. تدور أحداث قصة هذا الفيلم حول موضوع اللاعبين وتعاملهم مع إدارات الأندية وكذلك إدارات الأندية مع اللاعبين. اللاعب عصام بهيج بعد أن تمرد على قرارات النادي انحرف، وكما ترون هنا اللاعب أمامكم علي محسن المريسي أتى لإنقاذ زميله. طبعا هذا هو مجرد مشهد تمثيلي لمعالجة بعض السلبيات التي كانت دائما ما تطغى على الأندية. وكما ترون هنا بعد أن أخرج زميله عصام بهيج هنا في المشهد أمامكم ذهب به إلى الخارج. وكان دور علي محسن في هذا الفيلم جيد جدا ويستحق التقدير والاحترام.